يا صباح الفل. اخباركم ايه؟ زي ما عودتكم على قناه اتعلم صح، قناتكم. هنتعلم شويه حاجات في البيزنس. احنا وسعنا المفهوم شويه، او يعني وسعت المفهوم شويه. بدل ما هو كان هيكون في مجال السياحه بس، لا ده هيكون في مجال البيزنس بصفه عامه. هناخد شويه حاجات في السياحه زي ما قلت لكم قبل كده، وهناخد شويه حاجات في التسويق الالكتروني وفي التسويق العادي وفي مفاهيم التسويق. هناخد شويه حاجات ممكن في الاتش ار. هناخد شويه حاجات في حاجه اسمها الاورجنايزيشن بيهيفيرز اللي هي المؤسسات الداخليه. هناخد حاجه اسمها ليدرشيب. هناخد حاجات كتيره قوي. النهارده هنبتدي حاجه بسيطه كده في مجال التسويق او في مجال الماركتنج بصفه عامه. جمله كده بنسمعها دايما، هي جمله النيد والوونت والديماند. ايه الفرق بين النيد والوونت والديماند؟ تعالوا بينا نشوف مع بعض ايه الفرق ما بينهم، وايه والماركتير او بتاع التسويق المفروض انه يهتم بايه اكتر حاجه. زي ما انتم شايفين كده، ادي النيد، الوونت، الديماند. يعني ايه نيد ووونت وديماند؟ النيد يعني انا محتاج حاجه. انا دلوقتي عايز، انا دلوقتي دماغي وجعاني، دي نيد. الوونت ان انا عايز اشرب كوبايه شاي. تمام. انا جعان، يبقى الوونت بتاعي انا عايز اكل. الوونت هو اللي بيساتسفاي نيد، هو اللي بيخلي النيدز دي ساتسفايد بالنسبه للبني ادم. طيب، ايه هو الديماند بقى؟ الديماند دون، انا عايز اشرب ايه؟ ممكن انا دماغي وجعاني اشرب فرابتشينو. ممكن انا دماغي وجعاني اشرب كابتشينو. ممكن انا دماغي وجعاني اشرب فنجان قهوه او هشرب كوبايه شاي. ممكن انا جعان هاكل سندوتش فول او طعميه. ممكن جعان هاكل رغيف عيش. ممكن انا جعان هاكل سوشي. انا جعان هاكل في اقرب مطعم في مصر. يبقى معنى كده الديماند ده هو اكوردنج او طبقا للفلوس اللي في جيبي هتبقى كام. يعني انا عندي نيد وعرفت انا هقفلها ازاي، هقفلها بكام، هو ده الديماند. هقفلها ازاي او هرضيها ازاي، هو ده الوانت. طيب، الماركتير المفروض بيهتم بايه؟ الماركتير بيهتم دايما بالنيد. يا اما بيكرييت نيد، يعني بيخليك تتحول من انا عايش طبيعي الى انا ازاي كنت عايش من غير الحاجه اللي انت بتسوقها لي دي. ودي اللي اسمها النيد كرييشن. طيب، الوونت ما بيهتمش بيه قوي، لكن اللي بيهتم بيه اكتر زي النيدز هي الديماند. والديماند ده اللي بيسميه الماركتير دايما التارجتنج. يعني ايه؟ انا دلوقتي هسوق لمطعم متوسط الوجبه فيه، او متوسط الفرد اللي هيصرفه الفرد فيه 1000 جنيه في الوجبه. فبالتالي انا في شريحه معينه من الناس، ودي هناخدها في فيديو جاي، حاجه اسمها الاس تي بي. شريحه معينه من الناس، الشريحه دي هي اللي انا عايز استهدفها. طب الشريحه دي طبقا لايه؟ طبقا لان هي هتقدر تصرف المبلغ ده. طب ليه مش هتستهدف اللي اقل منها؟ لان الفلوس اللي هتتصرف كتسويق على الشريحه اللي اقل منها مش هتغطي لي المصاريف بتاعه المكان ده. فبالتالي انا بعمل الديماند، بكريت، بروح للناس اللي عايزه الحاجه دي وقادره تدفع ثمنها. ركزوا في الجمله دي كويس. النيدز انا عايز ايه، الديماند انا قادر اجيب ايه. كلنا عايزين نجيب فيلل في احسن مناطق في مصر، لكن مش كلنا معانا الفلوس اللي تجيب الفيلل دي. هي دي الفرق ما بين النيدز والديماند. الوونت هو اللي بيساتسفاي النيد. طيب، حاجه تانية عايزين ناخدها النهارده في السريع كده، ده اسمه هرم ماسلو. ماسلو بيراميد. ايه الماسلو بيراميد دون؟ ده هرم الاحتياجات الانسانيه. بيقول ايه الهرم ده؟ بيقول ان الهرم عشان توصل لقمته لازم تبنيه من القاعده. فاي انسان في الدنيا عنده قاعده اساسيه، حاجه اسمها السايكولوجيكال نيدز، اللي هي الحاجه للاكل والشرب والنوم واللبس.
والهواء والتنفس، يعني الحاجات الاساسيه في حياه الانسان. طيب كفته الحاجات الاساسيه، بنطلع خطوه فوقيها اللي هي السيفتي نيدز، الحاجه للامان، الحاجه الى الصحه، الحاجه الى الامن. طيب كفينا الكلام ده كله، نطلع فوقيها الحاجه للحب، للانتماء، للولاء، للتقدير، الكلام ده كله خلصناها. نطلع على اللي فوقيها، الحاجه انك تبقى انسان محترم في المجتمع وليك وضعك الاجتماعي. طيب اخر حاجه انك تبقى ذا وان، يعني نمره واحد في المجال بتاعك، اللي هي التميز او التفرد. طيب ما ينفعش هتوصل للتميز والتفرد الا لما تكون بتعرف تاكل وتشرب، وعارف تنام، ومحبوب من الناس، او حاسس بانك انت ليك انتماء او ولاء للناس لاماكن معينه، وكمان عايز انك انت محترم في مجالك. ليه دايما الكلام الحلو في الشغل يعني ما بياكلش عيش زي ما بيقولوا؟ لان الاستاذ المدير اللي فاكر ان هو بكلمتين ممكن يضحك بيهم على الموظف ويقول له برافو، انت شاطر، انت كويس، انت ابن الشركه، انت والشركه ما تقفش من غيرك، وانا بتصل بيك عشان اشكرك. حلو الكلام، انت كده حطيت له، كفيت له اللاف اند بيلونجينج، بس انت ما كفتلوش السايكولوجيكال نيدز اللي هي ايه؟ مرتبه. ما ينفعش تقول له الكلام ده ومرتبه 2000 جنيه في الشهر او 3000 جنيه في الشهر، يبقى انت كده بتضحك عليه وهو عارف انك بتضحك عليه، بس هو مضطر ان هو يكمل لغايه ما يلاقي مكان تاني. وهو ده السبب في التيرن اوفر العالي اللي بيكون في الشركات، وعدم الرضا، وقله الانتاجيه، الكلام ده كله سببها ايه؟ ان السايكولوجيكال نيدز مش متغطيه عشان اوصل لللاف اند بيلونجينج. فبالتالي تخيلوا بقى لو انت مرتبك كويس ومكفيك، وكمان بيتقال لك كلام كويس، هتعمل ايه في الشركه دي؟ هتبقى عايز الشركه دي تشيلها على كتافك وتجري بيها. هي دي الفكره، اللعبه كلها. المره الجايه ان شاء الله هناخد حاجه في الديجيتال ماركتنج اسمها الفايف اسز. استنوني المره الجايه. ما تنساش تعمل شير، ما تنساش تعمل سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصل لك الفيديو. وانا مبسوط ان رجعنا لبعض نتكلم تاني. آه، سامحوني على الفتره اللي فاتت اللي انا ما كنت فيها مقصر فيها ومنقطع، لان كان ظروف شغلي يعني تقيله جدا. لكن انا معاكم على طول دلوقتي، وباذن الله هحاول كل اسبوع انزل من فيديو لفيديو. يلا، باي باي.